وبالمحاضرة وردت أسئلة كثيرة في شأن التدخين. هناك عدة أخوة من المؤمنين بعثوا لنا بقصاصات ورق يقولون أنه الرجاء تبيان مطلب سماحة السيد الشيخ في شأن فتوى السيجار، ونحن نقول أنه من خلال الخط الموجود في إفتاء المولى المقدس في شأن السيجار أن المولى المقدس عليه أفضل الصلاة والرحمة لم يعتبرها من الدخان الغليظ المفطر، وبالتالي جائز في نهار شهر رمضان أن يشربها، أو ما أعرف شو يعبرون المدخنين، يستطيع أن يتناولها بطبيعة الحال. فلذلك السيد الشهيد عدها، وكذلك هذه الفتوى ليست فقط للسيد الشهيد وإنما كذلك للشيخ نصر مكان الشيرازي، وكذلك آية الله العظمى المرحوم السيد حسين بحر العلوم، وكذلك للسيد محسن الحمامي آية الله العظمى السيد محسن الحمامي، وكثير من العلماء يذكرون أن دخان السجائر ليس من الدخان الغليظ، وبالتالي يمكن تناوله في نهار شهر رمضان ولا يعد من المفطرات.